طب نغير ايه تاني؟ يعني حد يفهمني. طب احنا نغير ايه تاني؟ مدرب وغيرنا، جهاز فني وبدلنا، مجلس اداره وبنحاسبن عليه، جمهور، وما شاء الله لجنه المسابقات موقفانا ماتشين. طب هنلاقي منين ولا منين؟ لعيبه ما عندهاش ريحه الدم. الواحد يعني شغفه قل، طاقته قلت، يعني ما فيهاش حيله زعق، ما فيهاش حيله حرق دم بالطريقه في الكام ماتش اللي فاتوا. حرام عليكم بجد والله العظيم. لعيبه الزمالك في منتهى السلبيه، في منتهى قله الرجوله، يعني ده اشهر كلمه تتقال، قله الرجوله، لان في كلام تاني كتير يتقال. ماتش النهارده اكبر دليل ان المشكله مش في المدربين. ماتش النهارده ده كان ماتش يعني بص، كشاف بيسلط لك الضوء على المشكله فين. انت مشكلتك في لعيبه كان اقصى طموحها تتفرج على الزمالك مش تلعب فيه. انت كان عندنا لعيبه الدكه اللي بره من موسمين ثلاثه هم احسن من اللي بيلعبوا اساسا النهارده. انا بجد والله انا مش فاهم المشكله في مين. المشكله في مين؟ في لعيبه مجتهده، في لعيبه مجتهده وبتقطع نفسها على الكوره، 2 3 يعني 2 3 بالكتير. طيب وبالنسبه للثمانيه الباقيين، يعني بالنسبه للثمانيه الباقيين، بالنسبه لحارس مرمى نازل، انت يا ابني انت لو بوفن مش هتعمل اللي انت تعمله ده. يعني حرق يعني عصبيتك وقرفك وانت نازل زي ما تكون ان انت بتدينا فلوس عشان تلعب. انا مش فاهم في ايه بجد. انا مش فاهم لعيبه الزمالك فيها ايه، ولا مشكلتها مع مين، ولا يعني دماغهم دي بيفكروا في ايه. يا ابني ما تنسوش نفسكم، انتوا كنتوا امنيه حياتكم تعدوا من جنب النادي، مش هقول لك تشجعوه. انتوا بجد حاجه لا توصف، مستواكم وادائكم لا يوصف، حاجه في منتهى العبث، في منتهى القرف، في منتهى كل حاجه تدل على التخلف. ان اللعبه دي يعني اتعمت او نسيت هما مين ولا بيلعبوا فين. انا بجد انا مش فاهم حاجه والله بجد اللعبه. وحاجه اخيره بس حابب اتكلم، يعني ابعت رساله لمخرج المباراه. يعني انت بذمتك ودينك الكوره دي اتعادت 19 مليون مره، والكوره ديت اللي فيها شبهه ضربه جزاء ما اتعادتش من ولا زاويه نظيفه. يعني يا عم هي مش ناقصاك، يا عم هي مش ناقصاك، مش انت يعني اللي هتعدل الميله. يا عم خليك ماشي عدل، مش الجون ده اللي هيكسبنا صدقني. يعني انت لو جبت الحقيقه، مش احنا لما نطلع نتكلم نقول لك الكره دي ضربه جزاء مش تفرق حاجه. كده كده الحكم جاي ناويها، بس جاي ناويها لا فرقه ميته، قال لك مش فارقه، كده كده خربانه. انت بتعمل ايه؟ ما تعيد يا عم، خلينا نشوفها لعيب من مين، ولا الواد وقع ولا حد زقه، عشان ما حد زقه كنا سبيناه له على الكره اللي كان ممكن يجيبها جون. ما تورينا يا عم. انا مش فاهم بجد، منظومه كلها مقرفه. الوحيد اللي تنفع تقول له يا ابني انت كتر خيرك، يا ابني انت فعلا ينفع تلعب باسم نادي الزمالك، يا ابني انت راجل، يا ابني انت جدع، يا ابني انت كل الصفات اللي تدل على لعيب كوره. انا مش هقول لك اسطوره نادي، انا بقول لك كل العبارات اللي تدل ان انت فعلا لعيب كوره تستحق تكون في المكانه ديت. هو ناصر. اكيد مش ناصر ده اللي كان مستواه زي الزفت قبل ما نطلع، اللي مش محظوظ نهائيا، اللي هيتصاب اصابه هيرجع يا عالم هيعرف يلعب يمشي بعدها اصلا. لا احنا عندنا اللعيبه بتصاب مش بتنسى الكوره، بتنسى المشي. بجد حاجه في منتهى اللاشيء. نادي الزمالك دلوقتي بقى له 3 ماتشات متعادل، قبلها كسبان ماتشين، قبلها مغلوب ماتشين، قبلها متعادل ماتشين. ما شاء الله بقى بنفس الاسماعيلي على التعادلات. يا ريت جمهور نادي الزمالك يعرف ان المشكله ما كانتش في باسيرو، مشكله نادي الزمالك كانت في لعيبه نادي الزمالك. اقسم بالله حاجه تخلف. ويرجع يقول لك هتسيبها فوت الماتش بيراميدز. يا عم انا عارف اكسب سيراميكا، يا عم انا عارف اكسب البنك، يا عم انا عارف اكسب المصري لما اكسب سيراميكا ولا بيراميدز ولا فوت لها الماتش. انتوا معاقين يا جدعان، ما كسبتهاش انت ليه اللي بتتكلم. اخيرا بس رساله الكابتن ريمان الرمادي، كلامك في المؤتمر حاجه منتهى الشياكه، حاجه في منتهى الاخلاق، حاجه في منتهى الادب، وانت راجل مدرب كويس، احنا ما عندناش خلاف في ده، دي نقطه احنا مفروغ منها. بس انت اخترت الخيار الغلط، انت اخترت الخيار الغلط، واداره نادي الزمالك اختارت الخيار الغلط. اللعيبه دي مش عايزه راجل محترم، اللعيبه دي عايزه واحد يمسك كازلك يدبها في دماغها يفوقها من العته اللي هم فيه ده. بجد اداره نادي الزمالك بتتفنن في ان هي تغلط، بتتفنن. كل فشل انا احمل اللي قبله، والله لا اغلطكم يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل.